السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قُلت أصوّر معاكم بقى المشتريات اللي اشتريتها. أنا كنت خارجة من الشغل بدري كده، قُلت أمّا إيه، أجيب شوية حاجات كده من السوق، فعجبني شوية حاجات كده جبتها البيت لمدة أسبوع كده تكفّيني. جبت ب10 جنيه فلفل من ده تشكيلة كده، فلفل اللي هو الحامي ده، مع الفلفل العادي الرومي. وجِبت البتنجان ده، كان الفلفل دول حوالي 10 جنيه، جِبت كيلو إلا ربع، وبتنجان ب6 جنيه جِبته برضه رخيص سعره حلو. وطبعًا خيار، الخيار ب12 جِبته جميل مش وِحِش، جميل جدًا، حجمه كويس. والطماطم طبعًا بدأت تغلى ب15 جنيه. وجِبت بصل، البصل ب30 جنيه، مش عايز يرخص خالص، غالي جدًا، جدًا. وعدّيت بقى على الماركت ده، جِبت شوية حاجات كده عليها عروض برضه عجبتني، قُلت أجيبها للبيت برضه أعملها وجبات كده. كيس ملوخية وكيس أجا ده كان عليه بدل العرض 14 12 جِبته. وعلبة جبنة للأولاد للمدرسة، وعلبة صلصة، وعلبة شوكولاتة، وكاكاو، وشوية حاجات حلوة للبيت، ودقيق، وكيس سمنة كده ده كان برضه على عرض ب24، والزيت ب45. جِبت تشكيلة كده برضه 2 من الزيت كده يكفّونا كده لمدة أسبوع والّا أسبوعين. شوية حاجات حلوة بصراحة وهتفيدنا في البيت. لو عجبِك مشترياتي بقى ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس. أشوفِك على خير حبايبي.